السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كشفت تقارير صحفية موقف بيدري غونزاليس من المشاركة مع فريق برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في المباراة التي تجمع الفريقين ببطولة الدوري الإسباني. ويلعب أتلتيك بيلباو ضد برشلونة يوم الأحد 12 مارس في الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني. وكان بيدري قد تعرض للإصابة منذ 3 أسابيع بعد إصابته في عضمة الفخذ المستقيمة خلال مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي. وبحسب صحيفة آس فإن تأكد غياب اللاعب الشاب عن برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في البطولة الدوري الإسباني. وأشارت الصحيفة أنه كان يوجد أمل ضئيل في الجهاز الفني لبرشلونة في إمكانية الاعتماد على اللاعب على ملعب سان ماميس، لكن ذلك الأمل تلاشى تماما، حيث اعتبرت الأطباء أنه من المخاطر اللعب به يوم الأحد، خاصة وأن إصابته تستلزم ما لا يقل عن 4 أسابيع من إعادة تأهيل. وأضافت الصحيفة بأن الخدمات الطبية في النادي الكتالوني تركز الآن على عملية استعادة اللاعب من أجل المشاركة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 19 مارس في المباراة التي ستشهد غياب زميله عثمان ديمبلي للإصابة، حيث سيتعين عليه الانتظار لمدة أسبوعين إضافيين من أجل العودة للمشاركة مع الفريق.